تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا، وأنا أسمع معاكم في نوديو أسمع. مستنية دايما تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم، لأنها مش بس بتخليني أعرفكم أكتر، وكمان بتعرفكم بينا أكتر وبتقوي حبل التواصل بينا وبينكم، وده أهم حاجة عندي. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة بسيطة ومميزة وخطوات سهلة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم. مناسبة للغداء أو العشاء، وكمان هنقدم معاها سلطة سريعة هتضيف للطبق لمسة خفيفة وطعم جميل. نبدأ بالمكونات. للتتبيلة هنحتاج فنجان من الزيت، معلقة كبيرة زعتر، ومعلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة من الملح، 7 فصوص من الثوم مهروسين، معلقتين كبار من الصلصة. هضيف المكونات كلها في بولة واسعة علشان أعرف أتبل الفراخ. هخلط المكونات كلها مع بعض كويس. كده التتبيلة بقت جاهزة. نيجي بقى للفراخ. معانا فرختين، كل واحدة فيهم حوالي 900 جرام. بعد التنظيف هفتح الفرخة بالطول من ناحية الصدر، ونكسر العظم شوية ونبططها بإيدينا. بعدها نشيل أي زيادات احنا مش عايزينها في الفراخ. وهنعمل بقى في الفرخة التانية نفس الخطوات بالظبط. نحط الفراخ في التتبيلة وندعكها كويس جدا. هركن الفرخة الأولى بعد ما خلصتها، وأتبل الفرخة التانية بنفس الطريقة. بعد ما تبلتهم هقفلهم وأسيبهم ساعة أو ساعتين في التتبيلة أو أكتر على حسب وقتنا. دي الفراخ بعد ما سبتها ساعتين بالظبط في التتبيلة. هحطها بقى على شبكة الفرن وتحتها صينية الفرن علشان أي زيوت أو سوائل هتنزل من الفراخ. نوزع باقي التتبيلة على الوش من فوق. هسويها في الفرن على حرارة 200، وهشغل الفرن فوق وتحت. نحط بقى الصينية في الرف الوسط والشبكة في الرف اللي فوقها على طول، ونسيبها لحد ما تستوي كويس وتتحمر وتاخد لون حلو. في الوقت ده هنحضر السلطة. سلطة بسيطة وسهلة نقدمها مع الفراخ. معانا شرائح من البصل والطماطم والخيار وحزمة من البقدونس. هنتبلها بالملح والسماق وعصير ليمونة، وآخر حاجة الزيت. نضيف بقى المكونات كلها في بولة، ونضيف عليها التوابل، ونقلب كل المكونات مع بعضها. نغرف السلطة في طبق التقديم، وأنا هقدمها تحت الفراخ. ادي الفراخ بعد ما استوت واخدت لون حلو قوي. هحط واحدة فوق السلطة والتانية هقدمها في طبق علشان اوريكم شكلها من جوه، لكن انا عادة بقدمهم الاتنين فوق بعض على نفس الطبق. كده وصفتنا خلصت. جربوها وشاركوني رأيكم في الكومنتات، واكتبوا لي اي وصفات تحبوا تشوفوها قريب. وما تنسوش تستنونا في وصفات تانية جديدة في نوديو أسماء. وبالهنا على قلوبكم.